اهلا 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 وسهلا بيكم. صفحتي. اهلا بيكم على صفحتي. في البداية حابة اعرفكم على نفسي. انا مهندسة مريم نشأة، مهندسة معمارية صاحبة الصفحة دي، وعندي قناة كده على اليوتيوب بتكلم فيها عن البيوت وازاي ان احنا نحافظ على الطاقة الإيجابية في البيت والترتيب والتنظيم ونشر الإيجابية في البيوت. آم، والنهاردة أنا حابة أتكلم معاكم عن التدفئة. التدفئة. أيوة كده. أهلا أهلا، منورين اللايف. طيب. آم، البيت. البيت هو أجمل هدية ممكن إن احنا نقدمها لأولادنا لما يكون بيت دافي ومريح زي بيوت أجدادنا. زمان كان بنلاقي فيها كل حاجة، بنلاقي فيها الحب والدفى والأكل فده هدفي ان احنا البيوت بتاعتنا الجديدة برضو تبقى مليانة بالخير والدفى والطاقة الإيجابية والنشاط والعمل، وما يبقاش فيه خمول ولا نوم ولا برد. النهارده هتكلم معاكم عن التدفئة. كم مرة حسيت ان انت بردان ونفسك ما تطلعش من تحت البطانية وتفضل قاعد كده في السرير، ما تروحش الشغل او يلغوا الشغل بقى خالص والمدرسة بتاعت الولاد تتكنسل وما نعملش السندوتشات ونصحى بدري ونروح المدرسة ونخرج من البيت؟ كام مرة؟ طبعا الموضوع ده مشكلة حقيقية، لأن الطقس البارد بيأثر على نشاطنا الذهني والعقلي والبدني، بيأثر على حياتنا كمان مع الناس الكبيرة بيأثر على صحتهم. فبالتالي البرد أو الطقس البارد لازم معالجته جوه البيوت. النهارده هتكلم معاكم عن معالجة الطقس البارد بأكتر من طريقة للبيوت اللي اوريدي ساكنة قطنة، يعني الناس قاعدة فيها وعايشة ومستقرة، وللناس اللي ناوية تجدد بيوتها برضو تعمل ايه وتاخد بالها من ايه التفاصيل اللي ممكن تعملها عشان تزود درجة الحرارة جوه البيت. وكمان البيوت اللي تحت الانشاء اللي لسه بتتبني او بتتشطب، ايه اللي لازم يكون في المواصفات الفنية بتاعة البيت ده علشان يحقق الدفء في الشتاء ويعالج الطقس البارد. دول 3 مراحل هندخل فيهم، بس في البداية في مقدمة بسيطة كده. ليه الطقس البارد مش افضل حاجة ان هو يعني يبقى الاجواء بتاعة البيت برد؟ لان ده بيأثر على الاطفال والكبار، بيأثر على التركيز، ممكن كمان بيؤدي لبعض الامراض زي احتقان الجهاز التنفسي، جلطات الدم، الطقس لما بيزيد ويقل، كمان ممكن بيؤدي للاكتئاب، زيادة الوزن. موضوع الاكتئاب ده السر فيه ان عدم التعرض للشمس بيقلل هرمون الميلاتونين في الدم. الهرمون ده هو اللي بيأثر على المزاج وبيخلي الواحد ممكن يقعد كده يألف في أفكار سلبية وذكريات قديمة زي إلسا كنا في أواخر الشتاء